خاصة أن هذه الفترة عرفت مشكل الهجرة السرية بالفليك لإسبانيا، وكانت الدولة عاجزة أنها تضبط عشرات الفليك اللي كتنطلق من السواحل المغربية. فحميد الديب كان كيمنع أي حراق يدوز من المنطقة اللي كيحرسوها الرجال ديالو، وبالتالي فالديب كان كيوفر للدولة أمن البحر في هذه المنطقة. وصرح كذلك أنه كان وراء القبض على أحد المجرمين اللي قتلوا أجانب في طنجة بل ما قدرش الأجهزة الأمنية تشدهم. وصرح بأن أحد الرجال ديالو هو اللي شد واحد المتهم في الأحداث الإرهابية بفندق آسني بمراكش، وتم تسليم المتهم للسلطات الأمنية. والديب ما كانش كيتساعد مع الدولة فقط في الملفات الأمنية، وإنما كان كيساعد الدولة حتى في الأمور اللي كتتعلق باللوجيستيك بحال تشييد مكتب ولا إصلاح بناية. وصرح بأنه هو اللي شيد رياض تطوان، وكان كيطلب من السلطات يجيبوا مهندس وهو كيتكلف بالأمور الأخرى.